أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله هنكمل تاني درس في التاريخ. الدرس الأولاني اللي خدناه كان درس جميل، أما الدرس التاني اللي هو يعتبر الدرس الأول بيتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم، المولد والنشأة. خلينا مع بعض كده، خلينا مع بعض نكمل في المذكرة بتاعتنا ونكمل شرح. بس ما تنسوش تعملوا لايك للقناة وتشتركوا في القناة وتعلق وتقول طلباتك في التعليقات. طيب، أول حاجة بنتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم، المولد والنشأة. ده العنوان عندي. تمام؟ تمام. طيب، الأول بنتكلم عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد اتولد في مكة يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع الأول عام 570. العام ده بنسميه عام الفيل. أهو. طيب، ليه سمانا هذا العام بعام الفيل؟ محاولة إبراهيم ده الحبشي من الحبشة، كان حاكم لليمن وكان حاكم للحبشة، هدم الكعبة، فخرج بجيش كبير فيه عدد من الفيلة، عشان كده سميناها بعام الفيل لهدمها. ولكن الله حفظ بيت الحرام وأهلك أبرار جيشه. ده الجيش بتاع إبراهيم أو صورة الجيش بتاع إبراهيم. طيب، ليه إبراهيم بقى حاول يهدم الكعبة؟ بما تفسر محاولة إبراهيم هدم الكعبة لكي يصرف الناس عن زيارتها، ما يروحوش يزوروها ويتجهوا إلى كنيسته. كان بني كنيسة فين؟ في أرض اليمن. طيب، اللي عندي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ولد ولد يتيما. ليه؟ توفى والده عبد الله قبل مولده. تبقى ولد صلى الله عليه وسلم الرسول يتيما. طيب، توفى والده عبد الله قبل ما يتولد ودفن في يثرب. يثرب اللي هي ايه؟ المدينه. طيب، اثناء عودته من رحلته التجاريه الى بلاد الشام، يقول لك بما تفسر فرح عبد المطلب جد الرسول وبني هاشم بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه عبد المطلب وبني هاشم اللي هي القبيله بتاعته العيله بتاعته فرحوا بمولده؟ اعتبروا ان مولده كان عطاء له من الله وتعويضا لهم عن فقدان ابيه، وطاف به جده عبد المطلب حول الكعبه وسماه محمدا. بما تفسر ليه اطلق عليه محمد؟ ليكون محمودا في الارض والسماء، وهو اسم لم يكن مألوفا عند العرب. ناخد بعد كده نسبه صلى الله عليه وسلم. نسبه يعني نتكلم عن اسمه واسم ابوه وجده. طيب، الاب هو عبد الله، طبعا هو الرسول اسمه محمد، ابوه اسمه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب. ابتدى نسبه الى عدنان من ولد اسماعيل بن ابراهيم عليهم السلام. يبقى عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب يمتد نسبه الى عدنان من ولد اسماعيل بن ابراهيم عليهم السلام. طيب، امه كانت امنه بنت وهب من خيره قريش. تبقى الاب من افضل النسب في قريش وامه من افضل النسب من قريش. طيب، الطفوله بتاعته قضاها ازاي؟ وحياته كانت عامله ازاي في الطفوله؟ هنلاقي صلى الله عليه وسلم الاول كان من عادات اشراف قريش، الاشراف الساده بتاع قريش يرسلوا ابنائهم، يبعثوا ابنائهم لمرضعات في الباديه. ليه؟ لان العيش في الباديه بيكسبهم فصاحه اللسان، اللغه العربيه بتاعته تبقى فصحى، قوه البنيان ورجاحه العقل، الذكاء. وده احنا شايفين صوره للعيش في الباديه. المهم دفعوا به، يعني ارسلوه او اخذته المرضعه، كانت من بني سعد، دي القبيله بتاعتها اسمها سيده حليمه السعديه. قعد عندها يا جماعه 4 سنوات حتى عادته الى امه. اقام مع امه حتى توفيت وعمره 6 سنوات. ثم كفله يعني رباه جده عبد المطلب، وجده توفى وعنده 8 سنوات. فمين اللي هيتولى تربيته بعد كده؟ عمه ابو طالب.
عندي ولد الرسول، حط صواب او خطا مع تصويب الخطا. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، طبعا صح ولا غلط؟ صح. بعد وفاه السيده امينه بنت وهب ام الرسول صلى الله عليه وسلم تولى رعيته السيده حليمه السعديه. غلط. امال ايه؟ بعد وفاه السيده امينه بنت وهب اللي تولى رعيته جده عبد المطلب بدل السيده حليمه السعديه. جده عبد المطلب. طيب، عاش الرسول مع امه في مكة فترة الرضاعة. طبعا غلط. فترة الرضاعة قدام مع السيدة حليمة السعدية. محاولة إبراء هضم الكعبة يصرف الناس عن زيارتها ويتجهوا إلى زيارة كنيسته التي باليمن. تمام؟ طيب، عندي بعد كده حياته صلى الله عليه وسلم في بيت عمه. تولى عمه ابو طالب رعيته وكان احب اليه من اولاده فاحسن تربيته، فخرج ليرعى الاغنام ليساعد عمه. تبقى هو كان بدا يعمل برعي الاغنام ليه؟ ليساعد عمه ليخفف عنه العبء، لان عمه كان فقير كثير الاغنام. من النتائج المترتبه على عمل الرسول بحرفه رعي الاغنام اكتسب صفات الصبر، لانه عايش في الصحراء وبيقعد فتره طويله، التواضع بيتعامل مع الاغنام، الشجاعه ممكن يقابل حيوانات مفترسه، الرحمة كان رحيم بالأبناء، العطف يعطف على الفقراء ويعطف على الأغنام، لذلك اكتسب هذه الصفات منهم. طيب، نشوف بعد كده شبابه رضي الله عنه، شبابه صلى الله عليه وسلم. طيب، كان عايش في شبابه ازاي؟ قال فضل يرعى الأغنام لحد ما كبر، ثم عمل في شبابه بالتجارة وخرج برحلات إلى بلاد الشام، حفظه الله من كل سوء وانحراف طول فترة شبابه، يرفع عنه الطهارة والعفة ورجاحة العقل والصدق. كان بيسموه الصادق الأمين. يتزوج من السيدة خديجة، يتزوج من السيدة خديجة. السيدة خديجة عندما سمعت بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه، ليه؟ ليتاجر بمالها، فخرج إلى بلاد الشام مع غلامه اسمه ميسرة فقبل ذلك. أخبر ميسرة، من اللي قبل ذلك؟ الرسول. الرسول خرج هو وغلامه ميسرة. ميسرة لما شاف الرسول وشاف الرحلة بتاعته رجع للسيدة خديجة وأخبره عن كرم وشمائل الرسول وصدقه وأمانته فتزوجه، فكانت خير زوجة لخير شاب. أبناء أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة قال كان له ولدان، منهما القاسم وعبد الله، وأربع بنات، السيدة زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. يبقى العدد كله كام؟ 6. طبعا عشان نحل التدريبات دي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في البدايه بحرفه الراعي ورعي الغنم، ثم عمل بحرفه الزراعه. طيب، كانت اولى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هي السيده خديجه رضي الله عنها، خديجه بنت خويلد. تمام. كفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاه جده عمه اسمه ابو طالب. طيب، من اولاد الرسول الذكور من السيده خديجه؟ الذكور تبقى القاسم وعندي عبد الله. طيب، من النتائج المترتبه على عمل الرسول بحرفه الراعي اكتسب صفات الشجاعه، الصبر، التواضع، الرحمه، العطف. طيب، بما تفسر لقب الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق الامين؟ لانه كان صادقا لا يكذب. ولما السيده خديجه الذي سافر مع الرسول في رحله تجاريه الى الشام اسمه ايه؟ ميسره. طيب، تولد بيت الرسول بعد عامه السادس. ما بعد عامه السادس مين؟ جده عبد المطلب
عام السادس لأنه قعد مع أمه سنتين ومع السيدة حليمة 4 تبقى 6 اللي تولى تربيته بعد كده هو جده عبد المطلب. أم الرسول السيدة آمنة بنت وهب. طيب مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مين؟ السيدة حليمة السعدية. بكده نكون وصلنا إلى نهاية الدرس، ونتقابل مع بعض في الدروس القادمة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.